المرشحون الخمسة لرئاسة الوداد الرياضي، والمترشحين اللي قدموا الترشيح ديالهم كانوا خمسة ديال المترشحين. وهاد المترشحين هما هشام أيتمنى، سعد الله ياسين، عاطل توزر، أنس كرامي، وكرم نسيك. واحد التعريف صغير على المترشحين اللي قدموا الترشيح ديالهم: هشام أيتمنى اللي شخصية معروفة يعني في الأوساط المغربية، اللي رئيس سابق ديال شباب المحمدية، واللي ما خفي عليش الوداد الرياضي، واللي كيعرفوه الوداديين كاملين لأنه كان دائما غالبا كان كيجي كيساند الوداد الرياضي. اما الشخصيه الثانيه سعد الله ياسين، وهذا كان واحد المسير في العهد ديال عبد الاله اكرم، والناس اللي قدامين اللي كانوا في 2013 2012 غادي يكونوا يعرفوا هذه الشخصيه هذه. اما المرشح الثالث هو عاطل توزير، هذا شخصيه غير معروفه ولكن بحثنا عليه واحد شويه. هذا يعني كان مقيم في انجلترا، اللي كان كذلك سير شي فريق سابق اظن لفتره قليله، اظن في الهواة سميتو هذا الفريق سبيديزيون. وكاين واحد القصه طريفه اللي قريتها، اللي ما متاكد صراحه من الصحه ديال المعلومات ديالها، فهي كانت واحد القصه طريفه مع هذا الاستاذ عاطل توزير، لانه شد الفريق في واحد المرحله وحطه في واحد المرحله. كنتمنى من الناس يبحثوا عليه باش يعرفوا المعلومات اكثر. اما الشخصيه الرابعه انس كرامي، كذلك شخصيه معروفه مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا اللي كان حكى القصه ديالو انه كان قدم في عهد النصيري في 2019، الانخراط ديالو ما تقبلش ليه، ومؤخرا كذلك دفع الانخراط ديالو. حاليا هو المرشح الرابع في القائمه ديال المرشحين ديال الوداد الرياضي. اما المرشح الخامس كرم ناسيك، اللي منخرط ودادي غير معروف على الساحه يعني الكرويه، ولكن الناس اللي منخرطين والناس اللي قرابين من نادي الوداد الرياضي فكيعرفوا هذه الشخصيه، هذا كرم ناسيك. بالنسبه شكون هو الاقرب لرئاسه الوداد الرياضي، هنا كاين امور وكاين كلام غادي نهضروا عليه واحد شويه. بالنسبه للشخصيه المعروفه ولا الشخصيه اللي عندها تجربه ورجل الاعمال يعني الكبير، ويعني الشخصيه كذلك اللي عليها واحد الاجماع تقريبا ودادي، تقريبا نقدروا نقولوا واحد 98% الا ما خفتش نكذب ديال الناس اللي بغاو ايتمنى هو الرئيس الوداد الرياضي. بالنسبه للشخصيات الاخرين كما قلنا كلهم شخصيات غير معروفه، وشخصيات اللي ما عندهمش تجارب يعني في التسيير ديال الانديه. اذا كيبقى المرشح الوحيد في هاد المرشحين هو هشام ايتمنى. هذه الا ما كانتش شي عراقيل من الناس ديال المكتب وكانوا شي حوايج باش يتمنع ايتمنى باش ما يكونش رئيس الوداد الرياضي، هذه امور انا لا اتدخل فيها. انا كنقول الامور اللي كاينه وكنعطي التحليلات ديالي. في حاله ترشح اي رئيس من هاد الناس هادو فما على الجمهور الا المسانده ديالو. ولكن المشكل اللي بغينا نهضروا عليه قبل الترشيح اللي كاين هو كاينه يعني هاد الفتره ديال 18 في شهر 7 هي فتره طويله بزاف، واي رئيس تقدم في هاد الفتره هذه فخصو واحد العمل كبير، خصو يدير انتدابات، خصو يجيب مدرب، وكل شيء عارف اننا هاد الوقت هذه خصنا نكونوا نديروا فيها استعدادات، نكونوا درنا فيها يعني جبنا فيها مدرب، نكونوا درنا يعني انتدابات وزينه للفريق، وهنا نكونوا باش نمشيو نديروا استعدادات، لان الكل عارف ان البطوله تقريبا غتبدا في بدايه ديال شهر 8، وحنا دايرين فاتحين يعني الترشيحات تال تال 17 تال 18 في شهر 7. فهذا كيتعتبر يعني عرقله لاحد الرؤساء اللي غيجي يشد الوداد الرياضي. اما الرساله ديالي اللي بغيت نقدم يعني للبرلمان ديال الوداد او المنخرطين ديال الوداد، لانهم هما اللي عندهم يعني السلطه وهما اللي قدروا يختاروا الرئيس ديال الوداد الرياضي، فهنا الرساله ديالي وكنتمنى من الناس يعني اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو هذا سواء في اليوتيوب او لا في الفيسبوك فيكون واحد البارطاج كبير، وخصوصا بارطاجي للناس المنخرطين. الرساله ديالي للناس المنخرطين هو انكم ضروري خصكم يعني تختاروا الرئيس اللي يقدم الوداد الرياضي، الرئيس يعني اللي خرج الوداد الرياضي من الازمه ديال النتائج، الرئيس اللي يجيب لنا انتدابات في المستوى، الرئيس اللي يحاول يهيكل ويأطر النادي. فهذه امانه في اعناقكم ايها المنخرطون. انا تنقول لكم ماشي كنقول لكم صوتوا على ايتمنى ولا فلان ولا علان، كما تيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، انتم بادرى بما يدور في
يعني بنجلو، نتوما اللي عارفين شنو خاص النادي، نتوما اللي عارفين شكون هو الرئيس اللي يقدر يخرج الوداد من هذه الوضعيه، شكون هو الرئيس اللي يقدر يبريباري او لا يوجد لينا فريق ممتاز اللي نقدروا نشاركوا به كأس العالم للأندية 2025 اللي نمثلوا به المغرب ونمثلوا به كذلك العرب. نتوما هذا الشيء في الأمانة ديال الأعناق ديالكم. أي رئيس في هاد المرشحين الخمسة اللي كاينين كيبان لكم أنه هو اللي يستاهل يكون رجل المرحلة فصوتوا عليه. ماشي يعني يكونوا يعني على حساب مصالح شخصية، لا، تكون على حساب يعني المصلحة ديال النادي ديال الوداد الرياضي. يعني ما تمشيش مع هذا ولا هذا على حساب مصلحتك انت ولا شي امور كتخصك، ولا يعني كتقاول انك باش تكون في المكتب ولا هذه. فهذه يعني بحال واحد الشهاده كتحطها في المحكمه. انا ما كرهتش يعني تزاد واحد الامور اخرى كما كيديروا في الدوله. هو الناس قبل ما يديروا التصويت انهم يحلفوا بالله سبحانه وتعالى ويديروا القسم، عادي يصوتوا. باش اي واحد حلف بالقسم وحلف بالله سبحانه وتعالى وكان التصويت ديالو كاذب على المصلحه ديالو، فالله سبحانه وتعالى غادي يبين فيه العلامه في الدنيا قبل الاخره. حتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما تنساش الا ما كنتيش مشترك في القناه دير اشتراك، فعل زر الجرس باش يجيك كل جديد، دير شي كومونتير ودير شي لايك. السلام عليكم ورحمه الله.